بجد من اكتر المشكلات اللي قابلتها مع العملاء بتوعي، مشكله بتنرفزني قوي، هي انه تيجي المامي معاها بنتها مثلا، ونقعد نتكلم ونفهم المشكله اللي عند البنت ونفهم المشكله اللي عند المامي، وخلاص هو فاهم المامي تحلها ازاي، واتكلم مع البنت والدنيا جميله، ونحدد ميعاد الجلسه اللي بعدها. تيجي الجلسه اللي بعدها، هيا يا مامي عملتي ايه؟ مامي تقول لي ايه؟ لا اصل انا كنت متعصبه ما عرفتش اتصرف وزعقت لهم وضربتهم. مامي تانية تيجي تقول لي ايه؟ اصل انا كنت تعبانه وكنت مش فاضيه ومشغوله وطنشت سبتهم قدام التلفزيون. مامي تالتة لا اصل انا رايحه جايه اصوت فيهم ومتعصبه ومتنرفزه منهم ومش عارفه اتصرف معاهم، اصل انا كنت مشغوله، اصل انا بجد الحاجات دي والتبريرات دي بتعصبني قوي، لانه خلاص يعني اللي احنا عملناه في الجلسه اللي فاتت بيبقى صفر على الشمال، يعني كاننا ما عملناش حاجه ونبتدي من الاول، لانه مامي ما اتصرفتش اصلا، ما حلتش المشكله وما عملتش حاجه. والمشكله الكبيره انه المامي بتكون فاكره، او وليه الامر او الاب ايا يكن، انه الاخصائيه هتروح تربي مكانها، بس ده مش حقيقي خالص، ومش هينفع، مش منطقي اصلا، لانه التربيه مواقف، يعني ان انت بتصلحي سلوك الطفل في المشكله وفي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، فبتربيه وبتفهميه يعمل ايه ويتصرف ازاي، وبناء على رد فعلك الطفل بعد كده بياخد ردود افعاله وبيتربى. انما الاخصائيه مش هتيجي معاكي البيت تربيهولك، يعني والله حاسه ان انا اجريسيف شويه، بس يعني دي الحقيقه. آه، ف فاللي انا عايزه افهمه في الفيديو ده او اقوله او اوضحه في الفيديو ده، انه التربيه بتبدا من بعد ما البيبي يوصل 5 6 شهور، خلاص بدأ يفهم كلمة لأ، وبدأ يفهم ولأ، وبدأ يدرك شوية، بنبتدي التربية من هنا. التربية بقى ما بتخلصش بعد كده خالص، يعني ما ينفعش اكون مشغولة فما ربيش، ما ينفعش اكون تعبانة فما ربيش، ما ينفعش اكون عندي اي حاجة او متعصبة او بمر بضغوط فما ربيش. ما هو يا تربي يا بتبوظي، انما ما فيش حاجة في النص. الطفل مش هيستناكي لما تعدي المرحلة اللي انت فيها او الضغط اللي انت فيه وبعد كده يتربى. يا نلحق الموقف في الوقت اللي احنا الحالي فيه، يا اما خلاص يعني بيتربى بطريقة عكسية. فعلشان كده كل اللي انا عايزه اقوله في الفيديو ده بجد، انه التربيه مش حاجه مؤقته وبتخلص، التربيه بتبتدي من بدري قوي، من اول ما خلاص نوينا نجيب بيبي لحد ما الى ما شاء ربنا، يعني البيبي خلاص لحد ما يكبر. والتربيه بتختلف من عمر سنتين غير عمر 7 سنين غير لما يوصل 16 سنه، كلها تحديات مختلفه، بس بنفضل نربي لحد ما الطفل ده او الراجل حتى يكبر ويتجوز، بنفضل نربي برضو طول ما الام والاب عايشين، هما بيربوا. بس ده اللي انا كنت عايزه اوضحه يعني. لو عاوزة اي حاجه اكتبولي في الكومنتات، وكانت معاكم رؤية حامد، باي باي.